اللي رضيوا باعتقال العلماء والمشايخ، بل ده هم اللي مبلغين عن اكتر من نصهم، وبدل ما كان المفروض يدافعوا عنهم بكلمة تلاقيهم طالعين يشرعنوا حبسهم واعتقالهم. وعندنا مشايخنا وعلمائنا الله يحفظهم ويبارك فيهم ويفك أسرهم. في هذه المادة التي عرضناها يدافع عبد الله الشريف عن دعاة الإخوان المسلمين الذين تم الزج بهم في السجون لقضايا كبيرة جدا، ومن هذه القضايا قضية التكفير وغيرها من القضايا والخروج على الحكام. نقتطف رمز من هؤلاء الرموز في الصورة اللي هو سلمان العودة، دافع عنه عبد الله الشريف، قال يدخلوهم السجن ليه؟ ونعرض لكم وثيقة تبين لنا حقيقة سلمان العودة، شوفوها ونرجع لكم تاني. في حياة البشرية بل ومنذ قرون التاريخ كلها أن كثيرا من الدعوات والحركات والنظريات تتكلم عن قيم ومعاني. لو نظرنا إلى الشيوعية مثلا وجدنا أنها تتكلم عن المساواة والعدالة وحقوق العمال. لو نظرنا إلى الماسونية وقوانينها وأنظمتها من العدل والمساواة. لو نظرنا إلى كل النظريات التي قامت في الشرق أو في الغرب من النظريات الديمقراطية أو الرأسمالية أو الليبرالية أو الشرقية أو سواها القديم والجديد، لوجدنا أن ثمة كلاما جميلا. نسأل الله السلام والعافية. دفاع عن الشيوعية الماركسية، ثناء عن الشيوعية الماركسية، وثناء على الليبرالية، بل وثناء على المأسونية. أسألكم بالله مثل هذا لا يستحق الزج به في السجون، ولكن حقيقة الإخوان المسلمين أكبر من ذلك. وهذا الثناء وهذا الدفاع يبين لنا حقيقة عبد الله الشريف أنه من جماعة الإخوان المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. وغيرهم من الدعاة الذين تم الزج بهم في السجون لقضايا كبيرة جدا.